علاش رجعت للمغرب من بعد ما دوزت عامين في السعوديه؟ هاد الحلقه هادي اخوتي غادي نقول لكم بزاف ديال المعلومات والسبب الحقيقي علاش رجعت للمغرب وما بقيتش خدام في السعوديه. السلام عليكم لا فامي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ نتمنى من الله يكون كلشي بخير وعلى خير، ورمضان مبارك سعيد والله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبطولة العمر. ومرحبا بكم في القناه ديالكم كرم الجود والكرم. كيف ما تعودنا كل رمضان تيكون عندنا واحد الكونسيبت اللي كنخدموا عليه وكنديروا عليه فيديوهات. وداك العام الماضي كنا درنا واحد الكونسيبت اللي كان زوين، اللي لقى اقبال كبير عند الناس وعجبهم، اللي هو حلاق مغربي في السعوديه. وبزاف ديال الناس ليومنا هذا مازال كيصيفطوا لي ميساجات على الفيديوهات اللي كنا درنا ذاك العام. لهذا هذا العام هذا قررنا باش نكملوا في القصه ديالنا، وهذا العام هذا ان شاء الله باذن الله غادي يكون الكونسيبت ديالنا هو منين رجعت من السعوديه للمغرب، كيفاش عشت هنا، واش كان احسن قرار خديته باش نرجع من السعوديه ونخدم في المغرب، واش ندمت واش ما ندمتش، شنو الفرق ما بين المغرب والسعوديه، وشنو الفرق ما بين الفلوس اللي كناخذوها هنايا اللي كنتخلصوا بها في المغرب والفلوس اللي كنتخلصوا بها في السعوديه. وفي نطاق هادشي هذاك خوتي كامل كنت واخا كنهضر على الحلقه، راه بزاف ديال الناس عجبوهم الحلقات ديالنا ديال داك العام. نتمنى من الله يكون مشاهده زوينه وتفرجوا وتفاعلوا معنا في الفيديوهات. وغادي يكون ان شاء الله باذن الله واحد الفقره ديال الديديكاس ديال اي واحد يا في السعوديه يا في المغرب يا في اوروبا. خلي لي كومونتير شي ديديكاس لشي واحد عزيز عليه تيبغيه، اللي باغي يشارك معاه الديديكاس ديالو ولا يشارك معاه الفيديو ان شاء الله باذن الله. وخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. اول حاجه الاحباب الكرام، كيف ما عودناكم في الحلقات ديالنا كنعاودوا قصص واقعيه اللي عشتهم انايا كستوري تايم. داك العام اللي داز عاودت لكم تقريبا 30 حلقه على مغربي حلاق في السعوديه، كيفاش خدمت تما، كيفاش مشيت، كيفاش تعاملوا معايا الناس ديال تما، كيفاش عشت الحياه تما، وعلاش رجعت من تمايا. غادي نعاود لكم حاليا دابا. واللي غادي نقول لكم اخوتي هو احسن قرار كتاخذوا ملي كتكون باغي واحد الحاجه. انا القرار فاش خديته باش نمشي للسعوديه كان قرار صحيح. علاش؟ لحقاش فاش تكون خدام في المغرب ولا في اي بلاصه كتكون خدام ومرتاح وعندك واحد الدخل اللي كيكون عندك دخل قار، وهذاك الدخل ما كتزيدش به لقدام، ضروري ما خاصك تقلب على راسك في شي حاجه واحده اخرى. والقرار اللي خديت هو نخرج من داك الكومفورت زون ديالي اللي عايش فيها، الحياه ديال الدار الخدمه لونطريمون، الدار الخدمه لونطريمون، صافي كتبقى عايش في ديك الحياه وكتلقى راسك بلا ما غاديش تزيد لقدام. وانت باغي تبني اسره، باغي فهمتيني انت يكون عندك الدار وتكون عندك الطوموبيل ويكون عندك بزاف ديال الحوايج، ولا بدا ما غاديش تخرج من داك الكومفورت زون ديالك باش توفر واحد العيش الكريم اللي غادي تعيشو نتايا. والقرار اللي خديت باش نمشي للسعوديه كان قرار صحيح، وانا كنوصي بزاف ديال الناس باش يخرجوا من داك العزله اللي تيكونوا عايشين فيها. واخا انت راه كتصور الفلوس، ولكن باش تكون واحد الاسره ولا تعيش واحد العيش كريم ما غاديش يكون كيف ما قلت لكم. فاش مشيت للسعوديه خدمت، وكيف ما قلت لكم في الحلقات السابقه راه ما كنت كنعرف نطيب، ما كنت كنعرف ندير حتى شي حاجه. وفاش مشيت لتما لقيت الخدمه مغايره على المغرب، بحال الا مشيت بحال الا ما عمرك خدمتي، خصك تتعلم من داو جديد داكشي اللي كاين اللي كتخدموه هنا في المغرب بحال الا ما عمرك درتيه. الخدمه اللي كاينه تما بوحديتها، الصباغه ديال الوجه، الكوماج، الشفط، بزاف ديال الحوايج، وعاد خصك تولي تتعلم وكتخدم مع واحد الناس اللي اجنبيين، واحد الناس اللي ما عمرك عرفتي عليهم شي حاجه، وكزايد عليهم كيعطيوك واحد الصوره اللي كتكون صعيبه على حساب السعوديين بلا راهما قاصحين وخايبين وما مزيانينش. وديما كيكون عندك واحد التخوف وواحد الرهبه، كتقول الا مشيت للسعوديه عندك توقع لي شي حاجه، عندك فهمتيني بزاف ديال الحوايج. كاينين قصص وعجائب وغرائب في السعوديه اللي كيحكيو من الناس، وكاين اللي كيتيقهم وكاين اللي ما كيتيقهمش. وانايا في الحلقه السابقه راني عاودت لكم كل شيء
نتمنى من الله تدخلوا كاملين اخوتي الحلقات السابقه تفرجوا فيهم، راهم فيهم بزاف ديال المعلومات. غير هو بداو من الحلقه الاولى وانتم غاديين باش تفهموا السلسله من الاول حتى الاخر. القرار اللي خديته اخوتي باش نرجع من السعوديه للمغرب باش نولي نخدم هنايا، لحقاش صافي كما تنقولوا خدمنا وفهمتيني كما تنقولوا تسالى الرزق. راه فاش كيتسالى الرزق ديالك في واحد البلاصه وخا تبغي تزيد نهار واحد ما غتقدرش تزيدو. وانا غادي نعاود لكم القصه ديال تزيد نهار واحد وربي ما غيسهلش عليك ولا ربي ما غيكتبلكش باش غادي تزيد داك النهار واحد. انا الاخوان فاش قررت باش غادي نهبط بحالاتي بديت كنوجد الفلوس، صيفط الوالد ديالي الفلوس وقلت له شوف لي شي محل هنا في المغرب باش نكريه باش نولي نخدم فيه. وكان قرار صحيح، وانا راني مازال خدام في السعوديه والمالين الدار راهما بداو تيقلبوا لي على المحل باش نكري هنا باش ندير الصالون ديالي هنا في المغرب. وكنت داير فيلا في دماغي مازال واقيلا تقريبا واحد 3 شهور عاد باش تسالى لي الاقامه. فالنصيب ديالي كان باقي لي شهر باش تسالى لي الاقامه، وانا وفرت الفلوس اللي غادي نهبط بها والفلوس اللي غادي ندوز بها الفاكونس ديالي والفلوس باش غنصاوب الصالون الحمد لله. ولكني كانت التفكير ديالي باش يكون عندي واحد وسيله النقل اللي غادي تكون تسهل عليا الاموريه هنا في المغرب. حنا تغربنا وخدمنا وداكشي باش فهمتيني باش توفر واحد العيش كريم، والحمد لله قدرت نوفر لراسي داك العيش الكريم باش فهمتيني نكمل الكريديات اللي عليا وفهمتيني نجمع واحد البركه فهمتيني تينا باش نهبط للمغرب ندير داكشي اللي بغيت. وبقات لي حاجه وحده هي يكون عندي واحد الترونسبور ديالي، يا نشري طوموبيل يا نشري موتور، هي فاش من اي حاجه بغيت نمشي لها نلقى راسي بالله فهمتيني مرتاح. ما بقاش غاديين في الطاكسيات داكشي دوزناه من شحال هادي قبل ما نمشيو للسعوديه. الحمد لله دابا غنرجعوا من السعوديه خصو يبان علينا الخير، خصنا نكونوا ارتاحينا بلا ديك العامين اللي دوزنا في السعوديه ما تمشيش هباء منثورا. فجا عندي الباترون قال لي يا ودي راه بغينا باش نجددوا لك الاقامه. قلت له انا ودي انا ما غاديش نجدد الاقامه، راه باقي له وقت. قال لي لا بقى لك شهر. قلت له انا ما غنجددش الاقامه. قال لي والمعمول؟ قلت له خصك تخرج لي خروج نهائي ديالي باش نهبط للمغرب. قال لي يا صافي واش متاكد واش هادي قلت له اييه متاكد 100% باغي نهبط بحالتي للمغرب صافي تسالى الرزق هنا، ولكني بشرط. ما هو الشرط؟ قلت له فاش تخرج لي خروج نهائي عندي الحق نزيد 3 شهور ولا 4 شهور. قال لي شوف راه ما يمكنش، الا خرجت خروج نهائي راه يمكن لك دوز سيمانه وتهبط بحالاتك ولا نهار ولا يومين وتهبط بحالاتك. انايا حيت عارف راسي بالله الفلوس اللي عندي ما يمكنليش باش نشري بهم ترونسبورات، عييت ما نرغبو عييت ما نزاوق. داز النهار الاول النهار الثاني تنرغبو تنهضر معاه تنقول له عافاك الله يرحم باك، هضرنا مع الكفيل يدير معنا شي تاويل ديال الخير باش نهبط بحالتي للمغرب معزز مكرم. وهو الباترون منين عرفني بلا راني كريت الصالون وداكشي بحال الا المهم الله اعلم راكم عارفين المغاربه بيناتهم كيفاش يكونوا. فعييت ما نرغبو عييت ما نكدا تما. فاش جاتني هاد المساله ديال راه فاش النهار يتسالى رزقك في شي بلاصه واخا تبغي تزيد نهار واحد ما غاديش تزيدو. والحمد لله وفرت كلشي، ولكني ما عدا الترونسبور والو عييت ما نتقاتل. المهم الحمد لله دوك الدراري اللي معايا كل واحد شرا لي كادويات، كل واحد شرا هادي شريت انا عاوتاني كادويات. كان معايا واحد الدري صاحبي حمد تا هو عاوني في الفلوس. شريت كاع داكشي اللي تيلزمني باش نهبط للمغرب معزز مكرم. والحمد لله مشيت باش نقطع الطياره، لقيت الطيارات غاليين مع العيد وقلبت حتى عييت ما لقيتش شي وحده مثلا فيها ليسكال شي بلاصه فهمتيني باش طيح ليا رخيصه. فقطعت الطياره بواحد الثمن اللي خيالي. المهم انايا ظلمت السعوديه في عيني، بغيت نهبط بحالتي للمغرب، كانت صدمه منين هبطت للمغرب. المهم الحلقات الجايه ان شاء الله باذن الله غادي نعاود لكم شنو هو القرار اللي خديت وعلاش ندمت منين رجعت للمغرب. فلقيت الطياره خديتها بواحد الثمن اللي قاصح شويه، هبطت بحالاتي للمغرب. كانت اجواء زوينه، كانت واحد الاجواء اللي واعره. كنت
كنتي مغرب وهبتي للمغرب وغادي تشوف عائلتك وغادي تشوف الاصدقاء ديالك وفهمتيني، واحد الاجواء اللي زوينه، ومع العيد راكم عارفين الغربه قاصحه، ويني فاش كتهبط للبلاد راه عندها واحد الحلاوه ديالها بوحديتها. ففاش هبط للمغرب دوزنا العيد وخلاص الصالون كيتصاوب، وهنا فين غادي تبدا الصدمات المتكرره في مجال الحلاقه. وهنا خوتي غادي تسالي الحلقه ديالنا، ونتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم الفيديو. وما تنساوش في لي كومونتير خليو لنا شي ديديكاس اللي باغي تعطيه لشي واحد صاحبك ولا شي واحد في عائلتك، خليه ليا في كومونتير، وانا ان شاء الله باذن الله في الحلقه الجايه غادي نقرا كاع الديديكاسات وغادي نقولها لكم، وغادي نعزل جوج ولا ثلاثه ديال الديديكاسات في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. وكان معكم راشد كرام، الجود والكرم، تحياتي لكم.